السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة في الجول دي زد. في هذا الفيديو راح نتعرفوا على التشكيلة المتوقعة بقوة، تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري ضد منتخب موريتانيا. بالطبع هذه التشكيلة متوقعة. اوكي، لنبدأ. في حراسة المرمى بنسبة 70% 80% حتى 90% جمال بنماضي راح يعتمد على حارس ميتس الفرنسي ألكسندر أوكيجا. في خط الدفاع سنجد كل من مهدي طاهرات وعيسى ماندي. فيما يخص جمال الدين بالعمري وأحمد طوبة، يعني أحمد طوبة عاد كي راه جديد مازال ما تأقلمش نقولوا مع المنتخب الجزائري، ولكن جمال الدين بالعمري أيضا اللي يعاني من نقص المنافسة وتم استدعائه من أجل المشاركة كاحتياطي. كظهير أيمن راح نصيبه إن شاء الله إما مهدي زفان أو يوسف عطال، ولكن بشكل كبير جدا راح نصيبه يوسف عطال. أما في الظهير الأيسر كالعادة اللي يسيطر على هذا المركز هو رامي بالسبعيني لاعب بروسيا مونشنغلادباخ. هناك العديد من الخيارات للناخب الوطني جمال بنماضي. اولا راح يعتمد على سفيان فيغولي، وسيعتمد ايضا على عدلان قديورة، وايضا سيعتمد على رميز الزروقي. يعني هذه التشكيله متوقعه فحسب، لا تأخذوها بعين الاعتبار، فقط متوقعة. يعني وسط الميدان عييت نخمم كيف يدير بالماضي، ولكن هناك تغييرات كبيرة خاصة بعدم وجود إسماعيل بن ناصر. بهذا توقعت ثلاثي سفيان فيغولي عدلان قديورة ورامي الزروقي. اوكي، ننتقل إلى الهجوم، وبشكل كبير جدا راح نصيبوا بغداد بونجاح كرأس حربة، في ظل أن إسلام سليماني يعاني من ضعف المنافسة، إلى أنه يوجد أيضا أندي ديلور، ولكن أتوقع بأن بغداد بونجاح سيدخل في هذه المباراة بشكل أساسي. فيما يخص الجناح الأيمن، بغياب رياض محرز عن هذه المباراة بشكل كبير جدا، سيشارك لاعب بشكتاش التركي، واللي راح يرجع إلى ليستر سيتي رشيد غزال في مكان رياض محرز. أما الجناح الأيسر فهناك سعيد بالرحمة ويوسف بالليلي. ولا ننسى أن أندي ديلور قادر يلعب كجناح أيسر، إلا أن جمال بنماضي يفضل يوسف بالليلي على سعيد بالرحمة بشكل كبير جدا في هذه المباراة. يعني راح نعاود التشكيلة من الأول. في حراسة المرمى ألكسندر أوكيجا. في الدفاع رامي بالسبعيني، عيسى ماندي، مهدي جيان طاهرات ويوسف عطال. في وسط الميدان سفيان فيغولي، رميز الزروقي وعدلان قديورة. في الهجوم يوسف بالليلي، بغداد بونجاح ورشيد غزال. كانت هذه التشكيلة المتوقعة حسب رأيي. انتم قولوا لي في التعليقات توقعاتكم لتشكيلة الناخب الوطني جمال بنماضي، وكم تتوقعون نتيجة هذه المباراة، ومن سيكون رجل هذه المباراة. أتمنى الفيديو يعجبكم، لا تبخلوا علينا باللايك، الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات. مرحبا بكم في قناة في الجول دي زد. نلتقي في فيديوهات أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم.